مساء الفل. اخباركم ايه؟ هنتكلم النهارده على الملف حراسة مرمى النادي الاهلي وايه اللي هيحصل، وملف المدير الفني الجديد للمنتخب المصري. طبعا ملف حراسة مرمى النادي الاهلي، ان كلام امبارح ان خلاص موضوع علي لطفي خلاص 6 شهور في النادي الاهلي. الراجل موافق وادارة النادي الاهلي موافقة. طب ايه اللي حصل؟ كولر مش موافق ان علي لطفي يكون موجود في النادي الاهلي. مستواه اصلا ما ينفعش يكون في النادي الاهلي، وهو اصلا كان موافق ان هو استغناء نهائي لنادي زد. كولر كان موافق على اول واحد بسام، وتاني واحد ابو جبل، تالت واحد المهدي سليمان. لكن بسام الكابتن ايمن الرمادي ما كانش موافق، او بالمعنى البلدي حاطط العقده في المنشار. يعني هو عايز بسام، الاهلي عايز بسام، طب انا عايز احمد عبد القادر وعايز مصطفى شوبير. يعني الموضوع كان منتهي. يعني كان هيجي اعاره لمده 6 شهور وبنيه البيع، اما علي لطفي كان اعاره 6 شهور بس. يعني هو اصلا الاهلي هو استغنى عنه لزد نهائي. يعني علي لطفي كان موافق، والراجل اصلا مرحب جدا، اداره زد كانت مرحبه جدا، اداره النادي الاهلي مرحبه، لكن كولر ما كانش موافق. هي ده عفوا هو ده اللي حصل امبارح. دلوقتي بسام هو اللي في الصورة، لكن انا بقول لكم انت احتمال كبير جدا الاهلي مش هيجيب حراس مرمى. مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف. ده اللي حاصل دلوقتي حاليا. مفيش اي حراسة مرمى في النادي الاهلي حاليا، وكولر اصلا كان عايز بسام، وايمن الرمادي مش موافق. الحاج ابو العينين محمد ابو العينين كان موافق، والراجل مرحب جدا، قال خدوا اي حد في نادي سيراميكا. لكن كابتن ايمن الرمادي قال لا، انتوا عايزين ده هاتوا احمد عبد القادر وهاتوا مصطفى شوبير. وطبعا اداره النادي الاهلي ما وافقتش على الطلب ده. ده ملف حراسه مرمى النادي الاهلي. ندخل بقى في ملف جديد ومهم، هو ملف المدير الفني الجديد للمنتخب المصري. هتكلم في نقطه صغيره. زمان كده كروش يعني كان عايز يكمل في المنتخب المصري، لكن إدارة الاتحاد قالت لكروش احنا مش معانا فلوس ومش معانا دولارات. أكيد كلكم كنتوا عارفين. وكان راتب كروش ساعتها 70,000 دولار بس. 70,000 دولار، وما كنتوش معاكوا دولارات، وما كنتش عفوا ما كنتوش معاكوا فلوس ساعتها. كويس، ومشيتوا كروش. جبتوا ري فيتوريا ب 200,000 يورو في الشهر. هي الفلوس جت مرة واحدة. 200,000 يورو. واسمعوا النقطة المهمة جدا، والمساعدين بتوعه قاعدين في أكبر فندق في القاهرة ب1,000,000 جنيه شهريا. إيه ده؟ كل ده كل ده من قلب مصر، كل ده من قلب الشعب المصري. يعني إيه؟ أنا عايز أفهم. الفلوس جت مرة واحدة، وطبعا فيتوريا عمل إيه؟ عمل إيه بس أنا عايز أعرف. لعب ماتشات وديه بال 200,000 يورو، لعب ماتشات سهله في تصفيات كاس العالم. عمل ايه في كاس الامم؟ انا عايز اعرف عمل ايه. حتى اختياراته كلها اصلا كلها سكه، ما فيهاش اي تكتيك، ما فيش اي حاجه، ما فيش روح. وازمه محمد صلاح الاخيره، الوزير الدكتور اشرف صبحي هو اللي هو اللي ماسك ملف المدير الفني الجديد. كروش عايز يجي بس بشرط واحد، اقاله اتحاد الكوره. هو كروش قدامه الجزائر وقدامه مصر. وطبعا كروش قال انا عايز اقيل اتحاد الكوره عشان اجي، ما ينفعش اشتغل مع اتحاد الكوره ده. انا قلت لكم امبارح المدير الفني الوطني حسام حسن او كابتن علي ماهر. كابتن حسام او كابتن علي ماهر. الملف الاجنبي رينارد المدرب الفرنسي، او كروش. يعني الكواليس بس الدكتور اشرف صبحي عايز كروش تاني، لكن كروش عايز اقاله اتحاد الكره، ومش هينفع يشتغل مع اداره اتحاد الكره دلوقتي. في اجتماع طارئ حاليا في اتحاد الكره عشان ينهوا مصير الملف بتاع المدير الفني. فيتوريا هيمشي. عايز ياخد ال 600,000 يورو، خدهم. هو حاطط شرط، لو مشيت او عايز امشي خالص، او عايز اتحاد الكوره هيكلني اصلا بعد اسبوع من كاس الامم. هو ده كلام يصدق يا جماعه؟
يعني انت فشلت في كاس الامم الافريقيه وهتاخد شرط جزائي ب 600 الف يورو؟ يعني انت فشلت. طب مين اللي كان باصص على العقد ده؟ فين الجهات؟ فين الجهات المعنيه؟ فين؟ انا عايز اعرف واحد فشل في كاس الامم وهتديله شرط جزائي ب 600 الف يورو. وعلى فكره يا جماعه، لو بعد اسبوع من كاس الامم فيتوريا ما مشيش وفكرتوا تمشوه تاني، هيطالب بكل مستحقاته لغايه 2026. يعني خراب مالطا، خراب ديار. الموضوع اصلا يعني مش مستحمل. يعني انتوا في ازمه دولار في مصر، ازمه فلوس، وطبعا انتوا عارفين المواضيع الاقتصاديه في البلد عامله ازاي. وبرضه جبت واحد ب 200 الف يورو في الشهر. ده على حساب مين؟ فين الجهات؟ فين الناس اللي بتبص على اتحاد الكوره يا جماعه؟ انا عايز افهم مين اللي بيبص للاتحاد الكوره. انتوا لو جبتوا مدرب وطني اقسم بالله كان هيعمل نتائج احسن من كده. والله العظيم لو جبتوا اي مدير فني وطني هيعمل احسن نتائج في كاس الامم وقبل كده. يعني ايه يعني؟ يا فرحتي فزت كذا فريق ضعيف في تصفيات كاس العالم، يا فرحتي فزت كذا ماتش ودي وكمان بنتائج 1-0. يعني انت ما عملتش الاداء الخرافي يا فيتوريا. انا عايز افهم يا فيتوريا انت عملت ايه عشان تاخد 200 الف يورو في الشهر والمساعدين بتوعك قاعدين في احسن فنادق في القاهره بمليون جنيه شهريا؟ كل ده ليه؟ كل ده ليه؟ هو في اجتماع طارئ دلوقتي بس عضو اتحاد الكوره هو اللي مش موافق على رحيل فيتوريا. طبعا انتوا كلكم عارفينه، كابتن حازم امام كله موافق على رحيله ما عدا كابتن حازم. هنعمل ايه؟ مش عارف. ده اللي عندي دلوقتي، اشوفكم في فيديو جديد. سلام.